في سنة 2016 صورة انتشرت بشكل كبير حوالين العالم. الصورة المؤثرة كانت بتوري متطوعة وهي بتدي أكل ومية لطفل عريان وضعيف جداً اللي كان متسابب ومعتقدين إنه طفل ساحر. كتير من الناس شافوا الصور دي قبل كده واللي صدمت العالم كله، بس مش كل الناس يعرفوا إيه اللي حصل للولد الصغير ده بعد 7 سنين. اتفرج على الفيديو كامل علشان تعرف. ما تنسيش تعملي لايك الفيديو وتشتركي في القناة وتضغطي على جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد أول ما نزل فيديو جديد. يلا بينا. مع إن ده جريمة في ولاية أكوا إبوم اللي تلاقى فيها الولد الصغير إنك تتهم طفل إنه ساحر، إلا إن العادة دي لسه موجودة في بعض المجتمعات. الإيمان بالسحر بيأثر على الناس في كل أنحاء العالم. الأطفال اللي بيتهموهم إنهم سحرة غالباً بيتعرضوا للعزلة وبتتخلى عنهم عائلاتهم ومجتمعاتهم، وفي بعض الحالات كمان بيتقتلوا. ومن غير أي دعم الأطفال دول بيبقوا معرضين جداً للموت بسبب سوء التغذية، وكمان بيتحرموا من التعليم لأنه المدارس مش بتقبل الأطفال اللي بيشتبهوا فيهم بالسحر. الزعماء الدينيين في نيجيريا غالباً بيتهموا الأطفال الصغيرين بالسحر علشان أهاليهم يدفعوا لهم فلوس عشان يطردوا الأرواح الشريرة. وللأسف كتير بيحصل إنه الأهالي يا إما ما عندهمش فلوس يدفعوها للخدمة دي، يا إما مش عايزين يدفعوا أصلاً، وعلشان كده بيختاروا يسيبوا طفلهم ويتخلوا عنه لو اتقال عليه إنه ساحر. وأهل الولد اللي في الصورة ما كانوش استثناء. هما ببساطة سابوا ابنهم في الشارع علشان اتهموه إنه ساحر. وبكده الولد الصغير الهزيل اللي ما كانش عنده أكل ولا حتى مية كان على وشك يموت من الجوع. وبيقولوا إنه كان عايش لوحده حوالي 8 شهور بياكل بواقي الأكل اللي الناس بتديها له ويدور على أكل في الزبالة. وبرغم كده ما حدش كان واخد باله من الولد الغلبان ده. الناس كانت بتعدي من جنبه عادي. ومش صعب نتخيل إيه اللي كان هيحصل للطفل الصغير لو المتطوعة الدنماركية من منظمة الإغاثة اللي اسمها آنيا رينجرين ما كانتش لاحظت الطفل الجعان والمتساب لوحده في واحد من الطرق الترابية. لما الست شافت الولد الصغير في الشارع وقفت العربية فوراً وادته مية بحرص، وبعد كده شلته وخدته لأقرب مستشفى، وهناك كتبوا له علاج. الولد كان لازم يتعالج من طفيليات في المعدة واحتاج نقل دم علشان يعالج نقص كرات الدم الحمراء، وده كان جزء صغير بس من الحاجات اللي كان محتاج يتعالج منها. بعد الإنقاذ بفترة قصيرة آنيا شاركت فيديو لنفسها وهي بتدي الولد الصغير مية علشان توعي الناس عن مشكلة الأطفال اللي بيتقال عليهم سحرة المأساوية، وكمان تجمع تبرعات لعلاجه الطبي. الصور والفيديو انتشروا بشكل كبير، وقصة الولد الصغير أثرت في قلوب ملايين الناس. قصة الولد ألهمت الناس يتبرعوا بأكثر من $1,000,000 لمؤسسة دعم وتعليم وتنمية الأطفال الأفارقة، وهي منظمة غير ربحية أسستها لوفن لإنقاذ الأطفال اللي بيتقال عليهم سحرة في نيجيريا. بعد كده على طول آنيا قررت تتبناه وسمته هوب. هي قالت: في اليوم اللي شلت فيه الولد الصغير الجميل ده في حضني لأول مرة كنت متأكدة إنه مش حيعيش. كل نفس كان بياخده كان صعب عليه، وأنا ما كنتش عايزاه يموت من غير اسم، من غير كرامة، فعشان كده سميته هوب. بعد 2 من بداية العلاج هوب خف تماماً. من وقتها هو تغير بشكل مذهل، استعاد قوته وابتسامته زي زمان، وبقى حتى بيلعب مع الأطفال التانيين. الطفل هوب فضل في دار الأيتام العائلية اللي آنيا قامت فيها بدور أمه. بعد سنة الولد كان اتعافى تماماً وبدأ حتى يروح المدرسة. ومن خلال الفيديو ده تقدر تشوف إن هوب دلوقتي بصحة تامة وما بقاش شبه الطفل المسكين اللي لقوه على الطريق. من سنة 2016 هوب عايش في الملجأ اللي آنيا وجوزها فتحوه في جنوب شرق نيجيريا للأطفال اللي انتهى بيهم الحال في الشارع بسبب الخرافات. المكان ده طيب وكويس، كلهم عايشين هناك كأنهم عائلة كبيرة واحدة، وكل طفل بيتعامل كأنه ابنهم وبيحصل على كتير من الحب والحنان، وده بالضبط اللي محتاجينه. وأنا ببص على الصورة دي اللي هوب فيها بيبتسم ابتسامة جميلة، وببص في عينيه صعب أصدق إن في حد ممكن يتهم الطفل الجميل ده بالسحر ويسيبوه الموت. أكيد 1 سنة بس من الحب والرعاية ورت الطفل طريقة حياة مختلفة تماماً.
دلوقتي محدش يقدر يتعرف على الولد المبتسم ده إنه هو نفس الولد الرفيع والهزيل اللي كان شبه الهيكل العظمي زمان. وبرضه الجدير بالذكر إنه أنجا متجوزة من راجل نيجيري اسمه ديفيد، وهما الاتنين بيديروا مركز رعاية للرضع المتروكين. الأطفال هناك بياخدوا أكل ومأوى وعلاج طبي وتعليم، لكن الأهم من كل ده إنهم بيلاقوا عيلة بتحبهم وتهتم بيهم. أنجا وديفيد كمان عندهم طفلهم الخاص ديفيد جونيور اللي عايش مع الأطفال الأيتام من يوم ما اتولد. وكمان حصل إنه ديفيد جونيور وهوب تقريباً في نفس السن. لما هوب جاب للمركز كان ديفيد أول شخص الولد الخايف بدأ يتواصل معه، ودلوقتي بقوا أعز أصحاب. في 2022 هوب اتلم تاني مع أبوه. في بوست على فيسبوك آنيا شاركت صوراً لهوب مع أبوه، والولد كان باين عليه السعادة وهو بيشوفه. لما رجعنا هوب أخذ موبايلي وكان متحمس جداً يوري الأطفال الصور اللي ليه هو وأبوه، بالضبط زي كل الأطفال التانيين لما بيرجعوا من زيارة لأهلهم. هي قالت كده. وفي سبتمبر 2023 لوفين كشفت إن هوب أخيراً قابل والدته، وبحسب العاملة في الإغاثة والدة هوب اللي كانت قاصر وقتها حملت من والده اللي كان عمدة القرية وعمره تقريباً 50 سنة، واختارها تكون زوجته، وخلفت هوب وهي عندها بس 15 سنة. ومن وقتها والدة هوب فضلت معاه شوية وكونت علاقة قوية بيه. استغرق الأمر شوية وقت عشان هوب يسامحها، لكن في قصته والدته بتظهر بريئة. النهاردة هوب بقى أقوى بكتير، هو لسه عايش في الملجأ وبينادي آنيا مامته، وكمان بيساعد الأطفال التانيين وبيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يدعم أهله الحاضنين في شغلهم المهم. بفلوس من مؤسسة آنيا الخيرية في نيجيريا بيتبني دلوقتي ملجأ جديد اسمه أرض الأمل. عدد كبير جدا من الناس من كل أنحاء العالم اتبرعوا للسيدة دي اللي قلبها كبير. الناس لسه بيستمروا بيتبرعوا على قد ما يقدروا، وأنيا بتستخدم الفلوس دي علشان تنقذ أرواح أكتر. أما عن المكافأة على تعبها، أنيا بتقول إني شوفت الأطفال دول وهم بيبتسموا هي أحسن مكافأة ممكن تحلم بيها. ابتسامة هوب دلوقتي بقت رمز للأمل، هو دليل إن ممكن نحقق حاجات عظيمة لما الناس يتجمعوا ورا نفس الأهداف. ما ينفعش ننسى إنه رغم إن قصة هوب انتهت نهاية سعيدة، لسه في أطفال كتير عايشين في ظروف مشابهة. إيه رأيك في القصة دي؟ وكده نكون خلصنا. لو عجبك الفيديو وعايز تشوف حاجات زيه ما تنساش تدوس لايك تحت تقديراً، ولو لسه ما اشتركتش أكيد هتحب تشترك في قناتي وتفعل الجرس عشان يوصلك إشعار أول ما نزل فيديو جديد كل أسبوع. أشوفكم في الفيديو الجاي.